في طريقة واحدة اغلب الناس مزارعين فوق سطح بيتك، اغلب الناس بتغلط وبتعملها. انت عندك قصيص مثلا حجمه مثلا 70 لتر، تمام يا جماعة، مثلا 70 سنتي او 70 لتر او زي ما يكون. انت بتبدأ تزرع فيه. بالنسبة يا جماعة اللي هي الناس اللي هي بتزرع في القصيص الواحد بتزرع حاجتين يا جماعة، وهي الطريقة دي غلط. وانا دلوقتي جايب لكم طريقة بسيطة. طبعا ده خيار يا جماعة بالشكل حضراتكم شايفينه ده، واللي جوا دي موزة. انتوا حضراتكم شايفين بعد ما الجذور بتاعة الخيار بدأت تدخل على جذور الموزة يا جماعة، فبدأت الموزة تتحرق. بصوا يا جماعة، بدأت الموزة تنشف. ليه؟ ده بسبب ان الجذور بتخش على بعض. فاحنا دلوقتي هنبدأ ننظف حوالين الموزة، وهنشوف الموزة بعد مرور 20 يوم هتبقى عاملة ازاي. واحنا دلوقتي يا جماعة بديت ان انا جلحت الشتلة بتاعتنا، ويلا بينا نزرعها دلوقتي واحنا ماشيين مع بعضين كده يا جماعة. وانا ابدأ ازرعها في الحوض الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. يلا بينا نوزع الشتلة بتاعتنا الحلوة الجميلة. احنا دلوقتي يا جماعة هبدأ اني ابحث مكان هنا، مكان صغير، وهنبدأ نزرع فيه الشتلة بتاعتنا كده يا جماعة. صلى على النبي. ونبدأ ننزل فيه شوية الشتلة بتوعنا، نبدأ نكبس عليهم، ننزل الجدر تحت، ونبدأ ايه نغطي عليهم كده يا جماعة. صلى على النبي. ودي الطريقة دي الصحيحة. وهنروح نجيب شوية مية وهنبلهم، نجيب شوية مية ونيجي. ودلوقتي انا هبدأ اني اظبط حوالين الموزة بتاعتنا الحلوة الجميلة. وهنبدأ يا جماعة اننا ايه ننظف قلب الموزة وننظف حواليها علشان ايه الغذاء يخش على الموزة نفسيها على طول كده يا جماعة. نبدأ ننظف حواليها كده، نبدأ نديها مية كده يا جماعة. هنرويها بقى روية حلوة، وهنشوفها دلوقتي بعد مرور 20 يوم هتبقى عاملة ازاي، والنمو التخدير بتاعتها تبقى عاملة ازاي. يبقى انت حاول يا جماعة انك ايه، انا ان شاء الله موضوع النهارده عشان حابب اوصل لك رسالة علشان انت ما تزرعش اي حاجة في نفس القصيص، ما تزرعش كل حاجة في قصيص واحد يا جماعة، عشان الجذور تبدأ تخش على بعض وهتبدأ ايه تحرق الجذور بتاعت التاني. وهنبدأ نروي شوية الشتلات دول. يبقى احنا كده استفدنا يا جماعة، استفدنا بالموزة واستفدنا بالشتلة بتاعت شوية الخيار دول. وبرضو وانا بصور في الموزة بعد مرور 20 يوم هجيب لكم الشتلات دي هتبقى عاملة ازاي بعد مرور 20 يوم. وصلى على النبي وبس كده.